صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوف الفيديو. في الفيديو ده غير ان هو روتين ووصفة، يعني هعمل معاكم الغدا وهروق المطبخ بعد الغدا. الا ان هو الفيديو هيبقى آه من اكتر الفيديوهات لقلبي، لان هو فيديو انا بحكي فيه تجربتي عن من تأخر الحمل. هقولك كل اللي انا شفته في 9 سنين حمل، في 9 سنين جواز بدون حمل. هتبقى فضفضة من القلب. آم، مش عارفة اذا كنت هنزل الفيديو ده ولا لا بعد لما اسجله، لان اللي شفته كتير مش شوية، بس هقولك عليه. يمكن واحدة متأخرة في الحمل ربنا يراضيها بعد الفيديو ده لما تصبر. ويمكن تشوف الفيديو واقول لها على اللي انا جربته واللي انا شفته. يمكن هي تاخد بحاجة فيها، حاجة تكون لسه ما عملتهاش فتعملها، يعني ربنا يراضيها عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية كده أنا متجوزة من 1/11/2012، يعني السنة دي بقالي 10 سنين. جوزي بيسافر أو كان بيسافر، ف وهو وحيد على 3 بنات. فالوحيد ده بقى عايزين يشوفوا له ولاد او عايزين يشوفوا عياله، المهم سواء ولاد او بنات يعني مش فارقه. من تقريبا من تاني اسبوع واحنا بنكشف بندور على الحمل عشان ربنا يرضينا قبل ما يسافر. ما هو حتة واحد واحنا عايزين له ولاد. وجي سافر بعد الفرح ب3 شهور وما عملش، ما حصلش حمل. سافر سنة وجه دورنا برضو على الحمل في خلال 6 شهور اجازة وما حصلش حمل. كل يعني فضلت ال9 سنين بتابع، لا 7 سنين بتابع مع دكاترة. هو مثلا ينزل 6 شهور، انا بقى بتابع من قبلها ب3 شهور على ما هو يجي، علشان احمل وكده. عشان لما يجي هتبقى الاجازة 6 شهور فهحمل في دكتور منهم. وكنت بكشف انا وهو، مش انا لوحدي او هو لوحده. في دكتور قال له ما تدورش غير بعد سنة كاملة انتوا الاتنين سوا، مش ان انت بتسافر وتيجي سنة بتيجي بعد السنة تدور. آم، برضو هو ما سمعش الكلام وما اقتنعش بكلامه وبندور. ومش بندور عشان ان احنا نفسنا وكل حاجة ان احنا يبقى معانا، بس في ضغط رهيب من اللي حوالينا. ما فيش حاجة، ما فيش حاجة. حاجة كده كمية الاستفزاز اللي في الدنيا، وانت مالك وانت مالك وهيكتبوا باسمك. يعني انا لما اجيب واد ولا بنت هيكتبوا باسمك، ما تعرفيش هو كده. المهم فضلنا 7 سنين بنتابع وبندور. رحت اسكندرية، كشفت في اسكندرية، كشفت في كفر الشيخ عن كل الدكاترة في كفر الشيخ، كشفت عندهم تقريبا. كشفت عند دكتور في اسكندرية اللي هو بص، اعمل كل حاجة، يعني ادينا منشطات. يعني هو جوزي قال له كده اديها منشطات واعمل لها كل حاجة كأنها هتعمل حقن مجهري. لما يعني مثلا ايه حضرها واديها كل المنشطات المكثفة اللي انت بتديها في الحقن المجهري واعمل لها كل حاجة. انا عملت انا تقريبا مش ما سبتش حد في كفر الشيخ غير لما رحت له. هو دكتور واحد في اسكندرية بس اللي رحت له. تقريبا الدكتور ده صرفت عنده بالظبط 75,000 جنيه. والله العظيم 75,000 جنيه. 75,000 من 4 5 سنين، كتير مش شوية. المهم اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أه وجي برضو جوزي سافر، عملت كل حاجة وخدت كل المنشطات واتبهدلت. عملت منظار رحم وعملت أشعة بالصبغة. عملت القرحة دي تقريبا عدد شعر راسي. كنت كل مرة اروح اعمل أشعة بتاع القرحة. اتعالجت كتير. خدت منشطات كتير، المنشطات بهدلتني ونفخت جسمي وانا اصلا بالطبيعي ان انا جسمي زايد، يعني انا بالطبيعي ان انا من الناس التخينه.
فالمنشطات كانت بتبهدلني بزيادة وكانت بتزود جسمي بزيادة. رحت بعدها لدكتورة، كنت كل دكتورة امشي معاه يقول لي عندك قرحة في الرحم اعمليها. في دكتور منهم والله العظيم عملها لي مرتين. ال الايه رحت بعد كده لدكتورة عمري في حياتي ما هنسى كلامها. وعمري في حياتي ما هنسى الأذية النفسية اللي أنا بقيت فيها وماشية أنا ومامتي بنعيط من كلامها. كل ما دلوقتي في جروبات كفر الشيخ لما يجوا يذكروا اسمها بقول لأ محدش يروح لها. دي أذتني، غير ان هي المفروض تبقى معايا، يعني المفروض ان هي تطمن الدكتور، المفروض ان هو يطمن. لا دي ما طمنتنيش. دي قالت دي قالت لي والله العظيم وحياة ولادي بالنص، تحاليل جوزك دي عمرها ما يحصل منها حمل، حتى لو عمل حقن مجهري. بقيت ماشية ايه اللي انت بتقوليه ده حتى لو كده الناس بتقول اي حاجة، اي امل. رحت لدكاترة كتير، آه منهم يعني منهم الشاطر ومنهم اللي مش شاطر. المهم ان انا لفيت تقريبا على كل الدكاترة وخلاص، وخلصت موالة الدكاترة دي. واخر دكتور كنت رحت له كان اللي هو في اسكندرية، الدكتور عزمي صالح اللي في اسكندرية. آه لما خلصت بقى معاه المنشطات والحاجات دي وخلاص، جوزي كان بيسافر ويجي، اللي جابه من سنة سفر كنا بنيجي نصرفه على الدكاترة. آه، كان اخرهم الدكتور عزمي ده، والاخر قال انا خلاص نفسيا تعبت، انا ما عدتش في حمل تاني ان انا اروح اصرف تاني مصاريف غير المصاريف. انا مش انا اللي بخسر، ان هو جوزي اللي بيصرف عليا في الدكاترة وكده، بس مش برضو ما كانش حكاية مصاريف برضو. لكن انا نفسيا لا، انا مش مهيئة لاي دكاترة تانية، انا مش مهيئة لاي حباية حبوب اخدها ولا اي حقنة تانية ان انا اخدها. هي جت لوحدها، جت ما جتش اللهم لك الحمد. انا واخده نصيبي في جوزي وفي اهلي، وواخده نصيبي في ال24 قيراط بتوع الدنيا وزياده، اللهم لك الحمد على كده. المهم جينا بعدها. انا كنت ده كله كنت لسه بدرس اصلا. ما انا درست سنتين ووقفت 3 سنين تقريبا، ورجعت درست سنتين تانيين. خدت كملت بقية السنتين بتوعي. المهم جيت بعدها، آه، جيت بعد السنتين دول اشتغلت وخلاص طنشت، وجوزي نزل اجازة. مامتي فضلت تتحايل عليا ان انا اروح لدكاترة كتير، ما وانا لا مش هروح، مش هروح يعني مش هروح. كانت بقى اخويا اتجوز ومراته ربنا كرمها ببنوتة، ومتجوزة بعدي بسنتين. اختي اتجوزت بعد ب4 سنين وربنا كرمها وحامل. فمامتي لا، انا عايزة اشوف لك يا بنتي انت كمان، روحي واعملي حقن، روحي واعملي حقن. اصلا الاجازه دي كنت انا ناويه ان احنا هنعمل حقن. آه، جينا بعدها. آه، قلت لا انا مش هروح لاي دكاتره، انا مش حمل تاني ان انا اروح لاي دكاتره، ولا حمل تاني ان انا استنى لا ده في حمل، لا مفيش حمل. كل شهر بشهر ان انا استنى ده انا حامل المره دي، لا مش حامل. لا ما تحملش كده. جيت بعدها، بعد الحمل، بعد الاجازه، في الاجازه بتاعت جوزي دي وانا رايحه جايه من الشغل، كنت بسافر مشوار طويل وشغل مجهد واجهاد عليا، فعلا اجهاد. المهم ما كنتش خدت اجازه ان جوزي نازل من الشغل، فاستأذنت من المدير ان انا هتأخر، يعني هاخد اجازه 3 4 ايام طالعه فيهم مصيف وكلام من ده. فالمدير وافق. رحت رحت المصيف وجيت رجعت شغلي ومش عارفه ايه. ففي واحده معايا صاحبتي في الشغل قالت لي انا هاخدك للدكتور بتاعي تكشفي عنده،
يوم السبت، احنا كنا يوم التلات. والله فاكرة الأيام دي بالظبط كأني لسه بتتعاد الأيام دي. كنا يوم التلات. كنا كمان داخلين واخدين أجازة، آه تقريبا يا المولد النبوي يا رأس السنة الهجرية. هو كان رأس السنة الهجرية. كان رأس السنة الهجرية ده يوم الخميس. فهي قالت لي انا بكره مش هاجي، هي كانت حامل ايامها. فقالت لي انا هاخدك معايا يوم السبت للدكتور بتاعي تكشفها عنده، تشوف اذا كنت حامل ولا لا، لان أنا كنت عامله مروه انا حاسه ان انا حامل فالمهم قالت لي انا هاخدك معايا يوم السبت للدكتور تكشفها عنده. فانا اصبر ما اصبرش، قمت رايحه يوم التلات. عامله التحليل، كان معايا زمايلي في الشغل برضو. المهم عملت التحليل لقيت نفسي حامل. وانا اصلا بقالي سنتين ما بتعالجش، بقالي سنتين رافضه ان انا اروح لدكتور، بقالي سنتين خلاص كده انا موقفه. لو ربنا رضاني اللهم لك الحمد، مش معايا ولادي يبقى اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. انا راضيه، واخده نصيبي وال24 قيراط في الدنيا من لجوزي ومن اهلي، خلاص كده. المهم لما لقيت نفسي حامل بقى كمية فرحة وعياط، وارن على جوزي واقول له، وارن على ماما واقول لها، رنيت على اخواتي وبقيت ماشية واخويا جه خدني من العربية بعربيته من الشغل روحني هنا. بقيت ماشية اللي هو ايه ده انا حامل بجد، ايه ده انا بقالي 9 سنين، بقالي 9 سنين صابرة. اللهم لك الحمد ان انا حامل. كمية فرحة وكمية اللي هو رضا، وخلاص انا بقى نسيت ان انا متجوزة بقالي 9 سنين. لا انا متجوزة النهاردة، ايه ده وانا بجد حامل. يا رب يا رب يا رب يراضي كل مشتاق، ويا رب ما يحرم اي حد منه من الولاد ابدا، سواء بنات او ولاد، ويا رب يدي للي عايز بالاتنين وبالتلاتة وبالاربعة، عشان لحد يا رب ما يقولك انا استكفيت. إيه، فرحة يا رب الناس كلها تدوقها، يا رب ما يحرم حد ابدا 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 من الذرية الصالحة. إيه، انا شفت كتير جدا 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 في حتة الحمل دي بالذات، اتعايرت من اقرب الناس ليا. والله 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 انا اتقالي باللفظ عمرهم ما هيمسكوا في ديلك ولا هيعيطوا وراكي. كمية اذى نفسي شفته قبل ما ربنا يرضيني بولادي، عمري ما تخيل ان حد يشوفه. كمية كلام اتقالي، ببقى قاعدة وبفتكر الكلام وبفتكر الاشخاص اللي قالته، ما ببقاش عارفة حزبن ولا اقول فيهم ايه. بقول يا رب الحمد لله انك ما شمتش حد فيا، والحمد لله يا رب ان انا بقى معايا ولادي واحسن منهم واحسن من ولادهم. وحد من اللي عايرني واحدة من اللي عايرتني بالخلف، والله العظيم بقت تشوف ابني تتمنى، رغم ان هي معاها بس غابت فترة ما بين الاول والتاني. والله العظيم بقت تتمنى تقول يا رب اجيب عيل زيه، يا رب اجيب ولد زيه. انا جبت الياس يعني لما اكتشفت ان انا حامل. كنا يوم كنا يوم كام، يوم 19/8. يوم 19/8 2021 كنت انا عاملة التحليل وعارفة ان انا حامل. ده في حمل الياس. ولدت الياس يوم 3/4/2022. يوم 28/11/2022 كنت انا عاملة التحليل وحامل في ديالة. يعني حامل لتاني مرة، حامل بين الفرق الاولاني والتاني 6 شهور. الناس قالت لي انت اتأخرت في الحمل الاولاني، ما تاخديش اي وسيلة ولا اي منع حمل علشان ممكن تتأخري في الحمل التاني. اللهم لك الحمد بقى الحملين بينهم 6 شهور فقط. ولدت ديالة يوم 10/7
2022. بقول التواريخ ليه؟ علشان لما اولادي يكبروا، آه، غير ان انا احكي لهم يوم لما يكبروا ويشوفوا القناة ويراجعوا الفيديوهات دي. لان الفيديو ده انا عاملاه اكتر للذكرى يعني. حتى لو ما جابش مشاهدات انا عاملاه اكتر للذكرى، عاملاه عل- علشان ولادي يبقوا يرجعوا له. آه، اصبري مهما عدى عليكي وقت. والله انا يوم لما جيت من التحليل بقيت قاعدة اقول وانا بجد حامل؟ طب هو انا بجد كنت صبرت الايام دي كلها؟ والله الكلمة اللي قلتها لجوزي لما جيت وقعدت قلت له ده الصبر ده وقتها بيبقى مر بطريقة ان انت صبر. انا فعلا يعني ما دقتش ان هو يعني مش عارفة اجيبها لك ازاي، بس اللي هو على قد ما صبرت على قد ما ربنا رضاني. بوقتها عرفت قد ايه ده انا كنت متحملة مرار. انا مش عارفة، اللهم لك الحمد ان انا كنت قادرة اتحمل ده كله. وعايرة الناس وبهدلتهم، ومش عايزة اقول كلمة آه، ارجع امسح عليها الفيديو ده كله تاني. بس بهدلة الناس فيا واستفزازهم ليا وطولة لسانهم. والله العظيم حتى بعد لما خلفت، يعني حتى بعد لما خلفت برضو الناس مش هي تقريبا ارضاء الناس غاية لا تدرك. يعني مهما تعملي فيهم، اللي هو حتى لما جوزي جه بيقول له يا الياس ده انت اخيرا هترحمنا من الناس. قلت له لا، ومش هتترحم الناس برضو. كل اللي يشوفني يقول لي ربنا يديك اخ لي، او هتخويه امتى او كلام. اما اللي خلاص بقى يشربوا من البحر. بس المهم ان في اهو سد عينهم. آم، على قد ما هتصبري على قد ما ربنا هيديكي. صبرت 9 سنين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يا رب بارك لي فيهم وخليهم لي واديني الزيادة عليهم وقويني لهم وخلي لهم باباهم وخليهم لنا. آه على قد ما صبرت ال9 سنين ربنا رضاني. ما تعبتش تاني. والله العظيم انا ربنا اداني الحمل ده في وقت انا انا ما كنتش عارف ان انا حامل. انا نزلت مصيف بروح والمصيف اللي صيف قبل كده، عارف الاجهاد بتاع المصيف بيبقى عامل ازاي. السكن اللي احنا كنا واخدينه في المصيف كان في الدور الرابع. طول النهار طول النهار والليل حرفيا نزول وطلوع وبحر وخروج وملاهي. انا كنت بركب البتاعة اللي بتلف دي، اللي هي لو واحدة فعلا عايزة تولد تركبها هتولد. اتبهدلت في المصيف ده بهدلة. مش بهدلة ان هو بهدلة، لا يعني جريت في جري واتبهدلنا ولعبنا وجرينا. عملنا كل حاجة في المصيف ده اي حد ممكن يتخيلها. انا لو اعرف ان انا حامل، جت عليا يوم واحد حسيت فيه ان انا حامل، ان انا واقفة في البحر والموج عمال يخبط فيا. بقول هو انا قاعدة وانا سايبة البحر يخبط فيا ليه وانا حامل؟ سايبة الموج عمال يخبط في بطني وظهري ليه وانا حامل؟ بقيت ماشيه اقول لنفسي كده. لا طلعت بقى ساعتها من البحر وقمت قايله لا انا هقعد، انا حامل. سبحان الله، والله العظيم سبحان الله. هي جالي احساس كده. آم، طلعي الفكره من دماغك، عيشي حياتك، روقي شقتك على قد ما تقدر، على قد ما تقدري، على قد ما تقدري شقتك تكون رايقه، عشان بعد كده القرود هيبهدلوها. آم، يا رب، يا رب، يا رب ما تحرم حد ابدا ابدا من الذريه الصالحه. وبارك لكل ام في ولادها، وما توجع قلب ام على ابنها ابدا. ويا رب تدي للي عايز بالاتنين والتلاته والاربعه، يا رب لحد ما يقولك استكفيت. آه صبرت واللهم لك الحمد. ربنا اداني ولد وبنت، وان شاء الله ان شاء الله هيبقوا احسن من كل الناس اللي تعايروا، اللي عايروني. الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده والله العظيم حصل من المعايرة
ان حد يقول لي عمرهم ما يمسكوا، وحد قريب جدا، حد قريب جدا جدا جدا، عمرهم ما يمسكوا في ذلك ولا هيعيطوا وراكي. الكلمة دي لما بفتكرها بتقطع في قلبي، وبقول اللهم لك الحمد ان انت اديتني عيال وعاشوا وشافوا ان انا معايا عيال. انا الكلمة دي لما ابني بيجي يبقى بيعيط وانا ماشية، او بيمسك في هدومي وانا بطبخ او بعمل اي حاجة وهو واقف وبيعيط، لما بفتكر الكلمة دي قلبي بيوجعني وبشيله وبفضل ابوس فيه وبراضيه. غير ان انا براضيه في اي حاجة، بس لما بفتكر الكلمة دي وهو بيعيط بشيله وبراضيه، واللهم لك الحمد ان انت خليتهم يعيشوا ويشوفوا ان انا ليا عيال بتعيط ورايا، وليا عيال عايزاني. أه واحدة كانت حامل وجوزها بيقول لها لما تولدي، لا هي عشان هي كان معاها عيال ومش عايزة حمل تاني، فالحمل ده جه غلط. لما قال لها جوزها قال لها اولديه واديلي وداد، قالت له انا اديلي وداد ليه، ما هتخلف. حد تاني، واحدة تانية قالت انا كانت تعبانة ورايحة اشوف، عاملة عملية ورايحة اشوفها، بقول لها مالك، قالت انا لقيتك مش عارفة تخلفي فقلت انا اخلف. آه، حاجات لو تشوفوا رياكشنات وشي وانا بسجل الفيديو ده، وجع وجع وجع. يا رب يا رب ما تدوقوا لحد ابدا. انا بقول الكلام ده وبفتكر الكلام ده ومسجله الفيديو ده النهارده علشان لو انتي واحده مش معاكي ولاد، لو انتي واحده مش معاكي ولاد آه وتعايرتي، تعرفي ان بعد الصبر جبر. والله العظيم بعد الصبر جبر، واحلى حاجه في الدنيا الصبر. وفعلا فعلا صدق الله العظيم ان هو قال ان الله مع الصابرين وبشر الصابرين. والله العظيم على قد ما تصبري ربنا هيديكي، على قد ما تصبري ربنا هيديكي. كل حاجة بتيجي مع الصبر. احلى حاجة في الدنيا الصبر، والله العظيم احلى حاجة في الدنيا الصبر. ان انت تبقي صابرة وعايشة وكاتمة غيظك كده من الناس. ده ربنا، غير ان ربنا بيديكي وبيرضيكي، ده بيأجرك عليه. احلى حاجة في الدنيا الصبر، والله العظيم احلى حاجة في الدنيا الصبر. اصبري بالذات على الابتلاء ده، اصبري بالذات على ده، والله العظيم وربنا هيديكي. وانت هتشوفي بعد كده ربنا هيديكي وهيرضيكي ازاي. اللهم لك الحمد، ربنا اداني في سنة عيلين او في سنة ونص عيلين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اصبري وربنا هيرضيكي. آه، اعرفي ان زي ما انت شفتي وسمعتي غيرك شاف وسمع بكتير بكتير بكتير. بقول الفيديو ده وبحكي ده عشان يبقى بشرى وامل ليكي. كده خلاص الفيديو تقريبا بينتهي. الغدا كان بط وصينية كوسة. هو الفيديو كان شارح نفسه. يا رب لو الفيديو ده عجبك تحطي له لايك، واصبري اصبري اصبري واعملي اشتراك في القناة.